انت عايز تلم الفلوس اللي انت تدفعها لجمهورك مننا يعني. السلام عليكم. دلوقتي شركه تذكرتي اعلنت ان تذكره الماتش بيراميدز والاهلي، بما ان هو ماتش بيراميدز يعني التذكره هتبقى الدرجه الثالثه ب 200 جنيه والدرجه الاولى ب 2000 جنيه والمقصوره ب 5000 جنيه. انا عايز اقول بس لمسؤول بيراميدز، الاهلي لو رايح يلاعب ريال مدريد مش تبقى بالمنظر ده. انتوا ليه يا جدعان؟ انتوا بتعلوا الاسعار قوي ليه كده؟ هو انت عشان ما عندكش جمهور؟ عشان عارف ان محدش هيجي لك؟ عشان عارف ان جمهور الاهلي جمهور كبير جدا واعلى مما تتخيل، ومفكر ان انت كده بتعجز جمهور الاهلي؟ لا، جمهور الاهلي هيجي لك، جمهور الاهلي اكبر منك واهم منك، والساده المسؤولين لازم يتدخلوا. مش اي كده نادي يحط السعر اللي هو عايزه عشان يعجز جمهور المنافس، عشان هو اصلا ما عندوش جمهور، عشان هو بيدفع فلوس لجمهوره وبيجيب له وجبه فيعجز جمهور الاهلي. لا، انت عايز تلم الفلوس اللي انت تدفعها لجمهورك مننا يعني؟ عشان نبقى فاهمين اللي انتوا بتعملوه ده كده ما يرضيش حد، دي مش رياضه وده مش فير. الاهلي لما بيحط التذاكر نفس السعر، ليه انتوا بتغلوا بقى على جمهور الاهلي؟ عشان ما عندكش جمهور؟ لازم حد يتدخل يا جماعه، ولازم حل للمشكله دي. وان شاء الله برضو جمهور الاهلي باي سعر هيروح وهيشجع فريقه.